في ثاني محطة من التحضيرات، خاض المنتخب الجزائري يوم الأحد حصته التدريبية الثانية في ميادين العقلة استعدادا لمواجهة منتخب السودان، وذلك وسط حضور 18 لاعبا وفي أجواء جدية تؤكد دخول الخضر مرحلة التركيز الحقيقي قبل انطلاق العرس العربي. وقد شهدت الحصة ظهور النجم إسلام سليماني الذي التحق بالمعسكر فجر يوم الأحد قادما إلى العاصمة القطرية الدوحة، ما زاد من حماس المجموعة ورفع معنويات اللاعبين. كما خطفت عودة ياسين براهيم الأضواء بعدما اندمج بسرعة في التدريبات وسط فرحة كبيرة من الناخب الوطني والجماهير الجزائرية. فعودة إبراهيم ليست عادية، فهو مفتاح اللعب وصانع الفارق القادر على تغيير مجرى المباراة بلمسة واحدة، وهو ما يمنح الخضر دفعة معنوية قوية قبل بداية المنافسة. وجرت الحصة تحت قيادة الطاقم الفني الذي ركز على العمل التكتيكي والتحولات السريعة والرفع من النسق البدني مع توجيهات دقيقة لضبط الانسجام بين الخطوط. كما لفت الأداء القوي لبعض اللاعبين الأنظار في صورة تعكس أن التنافس الإيجابي بلغ ذروته داخل المجموعة، وأن الجميع مستعد لتقديم أقصى ما لديه فوق الميدان. وشهدت التدريبات أيضا ارتفاعا واضحا في الروح الجماعية، حيث ظهر اللاعبون متحدين ومتحفزين يرسلون رسالة واضحة مفادها أن المنتخب قادم للدفاع عن هيبته بقوة. الأجواء داخل المعسكر كانت رائعة بفضل ابتسامات اللاعبين وتركيز الطاقم الفني، ما يؤكد أن الظروف النفسية في أفضل حالاتها قبل العد التنازلي للمباراة الأولى للخضر. في الختام، ما رأيكم في حظوظ المنتخب الجزائري؟ وهل يستطيع الحفاظ على اللقب؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.